اوعوا تدخلوا معهد في مصر. استغلال مصاريف تعليم جودته اقل بكتير من الجامعات، وكمان فرص شغل معدومه بعد التخرج. وده للاسف الفكر السائد عندنا في مصر عن المعاهد المصريه. طيب المعاهد والجامعات في مصر بيخضعوا تحت اشراف وتوجيه ورقابه من المجلس الاعلى للجامعات، وفوق بقى المجلس الاعلى للجامعات وزاره التعليم العالي. عشان كده لو فكرنا نقسم المنظومه التعليميه في مصر هيبقى فيه جامعات مصريه، جامعات خاصه، وبينهم معاهد. اي جامعه مصريه عشان تتبني بتتبني بقرار جمهوري على ارض تخضع لاملاك الدوله ومن ميزانيه الدوله، وبيكون صرح تعليمي كبير جدا متقسم لكليات. اما بقى الجامعات الخاصه ففي اشخاص عاديين جدا هم اللي بياخدوا قرار البناء بتاعها، ولكن عشان الجامعه تتبني وبشكل قانوني فبيتم اعتمادها من المجلس الاعلى للجامعات ووزاره التعليم العالي. فبالنسبه للمصاريف في الجامعات الحكوميه بتكون مصاريف مدعومه نسبيا. اما بقى في الجامعات الخاصه الموضوع بياخد شكل استثماري شويه، وطبعا اكيد جوده التعليم بتختلف في الجامعات الحكوميه والجامعات الخاصه. اما بقى المعاهد المصريه واللي قلنا ان هي ما بين الجامعات الحكوميه والجامعات الخاصه، فدي تقدر تقول عليها ان اللي ما بيكونش عنده قدره ماديه انه يقدم في جامعه خاصه ويدفع مصاريف كتير جدا بيلجأ ان يدخل معهد. طب هو ايه المعهد ده اصلا؟ المعهد يا صديقي هو عباره عن جامعه، بس مش صرح تعليمي كبير، هو صرح تعليمي صغير، وبتكون المصاريف بتاعته قريبه شويه من الجامعات الحكوميه. وطبعا بعد ما بتخلص الاربع سنين دراسه في المعهد بتاخد شهاده اسمها شهاده البكالوريوس، اللي زيها زي اللي بياخدوها بالظبط طلبه الجامعات. فالشهاده بتكون معتمده، المصاريف ما بتكونش كتيره، وكمان فرص الشغل بتكون موجوده. ولكن زي ما قلت لكم قبل كده، سواء جامعه خاصه او جامعه حكوميه او معهد خاص، مش هو ده اللي بيحدد مستقبلك بعد ما بتخلص، ولكن اللي انت بتعمله وبتشتغل فيه على نفسك هو اللي بيحدد مستقبلك بعد ما تخلص. قولوا لي حابين تعرفوا ايه تاني عن المعاهد؟ وانا مايكل مصري وبساعدك انك تطور من نفسك. لو حابب تشوفني تاني اعمل لي فولو.